نحييكم أعزائي المستمعين وكل عام وأنتم بخير وعام جديد سعيد. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن احتفالات الكريسماس واستقبال عام جديد بيحمل معاه العديد من التساؤلات. ايه قصة شجرة الكريسماس وقصة بابا نويل، وكمان هنتكلم عن الاختلاف في الاحتفال بيوم عيد الميلاد المجيد بين مسيحي الغرب والشرق، لأننا عارفين أن المسيحي الغرب بيحتفلوا بعيد الميلاد في 25 ديسمبر، ولكن الشرق في 7 يناير. إيه سبب الاختلاف ده؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة. وكمان هنتكلم عن موضوع مهم، وهو أن مصر ستصبح مقصد للحج للمسيحيين. ده كان قرار بابا الفاتيكان، وده طبعا هيكون له إسهامات كبيرة في تشجيع السياحة لمصر. أعزائي المستمعين، في ضيافتنا في سهرة الليلة راعي كنيسة المغارة الأثرية بمصر القديمة وصاحب قلم، فله مقالة أسبوعية بجريدة الأهرام وله العديد من المؤلفات. في ضيافتنا القمص أنجيلوس جرجس راعي كنيسة المغارة الأثرية بمصر القديمة. أبونا، كل سنة وحضرتك طيب، وسنة سعيدة على حضرتك وعلى كل المصريين. حضرتك كمان وكل المستمعين بخير. بداية يمكن لما بنلتقي بحضرتك يمكن في سؤال يعني بيتبادر لذهن أي مستمع: إيه الفرق بين القمص والقس والأنبا؟ يعني يمكن علشان نوضح للسادة المستمعين. سؤال مهم. قبل ما نبدأ السهرة. سؤال مهم، لأن أحيان كثيرة برضو المسميات دي بتبقى غريبة على أذهان السادة المستمعين، وخاصة إني مفيش كتب بتقول الكلام ده، يعني حتى على مستوى معلومات عامة. يعني دي رتب كنسية. الرتبة الأعلى خالص هي البابا البطريرك، وبطريرك يعني يعني رئيس الكهنة. يعني الرتبة اللي بعدها الأب الأسقف، وكلمة أسقف يعني الراعي الكبير، وده بيكون أسقف مدينة أو أسقف كنايس كتيرة قوي. يعني اللي بعد منه بقى الأمس. كلمة أمس دي تيجي بمعنى الأب المدبر، وهو الأب الكبير بتاع كنيسة. يعني كنيسة فيها كذا كاهن، يعني هو الأب الكبير اللي بيدبر اللي بيدير. يعني القس بقى اللي هو الكاهن، اللي هو رجل الدين المسيحي اللي بيقدم الشعائر الدينية وبيقدم التعليم، واللي هو بيكون مسؤول عن الحياة الكنسية في الكنيسة. القمص أنجيلوس جرجس كاهن كنيسة المغارة الشهير بابو سرجة بمصر القديمة، يمكن مع بداية السنة الجديدة بنقول احتفالية لكل المسيحيي العالم بعيد الميلاد المجيد، ولكن في تساؤل بيثار، ويمكن التساؤل ده بيطرح كل سنة: ليه الشرق بيحتفلوا بعيد الميلاد في 7 يناير والغرب في 25 ديسمبر؟ ده سؤال يمكن بيتساءله العديد من المستمعين. الحقيقة ده سؤال عام كل سنة حتى نتسأل لما نلاقي انه الغرب كله الكريسماس 25 ديسمبر واحنا هنا نعيد 7 يناير. احنا الحقيقة ده اختلاف كالندرز، يعني ده اختلاف بين التقويم الغربي والتقويم الشرقي. احنا مش بنعيد 7 يناير على فكرة، احنا بنعيد 29 كيهك. الكنيسة القبطية ماشية حسب التقويم القبطي اللي هو التقويم الفرعوني. التقويم الفرعوني اللي ابتدى 4200 قبل الميلاد، توت بابا هاتور. فضلت الكنيسة محافظة على التقويم ده، وكل اعيادنا مرتبطة بالتقويم ده، فالتقويم بتاعنا 29 كيهك. لكن الغرب بيحتفلوا 25 ديسمبر، وده ليه قصة. البداية خالص احنا الكنيسة القبطية بتاعتنا كنيسة علمت العالم كله الاعياد. يعني الكنيسة القبطية بتاعتنا كانت كنيسة سابقة في ترتيب الاعياد. القرن الاول والثاني احنا كنا والثالث احنا كنا بنعيد باعياد ثابتة اللي هو 29 كيهك. وبعدين لما حصل
كان وقتها الرومان بيضطهدوا المسيحية. لما حصل في القرن الرابع ان جه الامبراطور قسطنطين 313 وعمل مرسوم التسامح الديني وقال خلاص مفيش اضطهادات واي حد ممكن يعبد اي ديانة. ابتدت الكنائس تتجمع كلها، وكان وقتها ابتدوا الغرب يعيد باعياد في عيد الميلاد. فالامبراطور قسطنطين وقتها كان هو له ارتباط بالكنيسة الغربية لانه كان امبراطور روما، فكان وقتها 25 ديسمبر بيوافق 29 كيهك، يعني 29 كيهك عندنا هنا هو 25 ديسمبر. الكنيسة الغربية اخذت نفس اليوم ده من عندنا، لكن الامبراطور قسطنطين لقى ان كمان 25 ديسمبر ده كان احتفال ديني كبير مجتمعي، احتفال بميلاد الشمس في الاعياد الرومانية، فراح اعلنوا عيد الميلاد في العالم كله سنة 354 وقال اني وليكن العالم كله سيعيد 25 ديسمبر مع عيد الشمس اللي هو 29 كيهك اللي احنا بنحتفل بيه. وفضلت القصة كده لحد القرن ال16. سنة 40 قبل الميلاد كان في حاجة اسمها التقويم اليولياني ابتدى، اللي هو نسبة ليوليوس قيصر. في القرن ال16 اكتشفوا انه التقويم اليولياني ده فيه خلل، بعض في حركة دوران الارض حوالين الشمس ما كانتش مظبوطة، فاعيد تاني بقى ترتيب الكالندر، ووقتها البابا اسمه بابا غريغوريوس، واصبح تقويم جريجوري اللي عنده بقى كان وقتها 21 مارس لقوه 11 مارس بعد ما عملوا التغيير ده. فراح جه بقى وقتها بابا روما كان يوم 5 اكتوبر سنة 1582. صحيوا نفس الصبح وقالوا النهاردة مش 5 اكتوبر يا جماعة هنزود 10 ايام، اللي هم ايه؟ اللي هو الفرق بين التقويم اليولياني والجريجوري. عملوا 10 ايام نتيجة الفروقات الصغيرة دي، لما فرقوها اتجمعت وعملت 10 ايام، ف5 اكتوبر 1582 بقى 15 اكتوبر. وعندها بقى 29 كيهك في السنة دي كان 4 يناير. فاحنا سنة 1582 لقباط عيدوا مش بقى 7 يناير، عيدوا 4 يناير، واصبح الفرق ده كل 400 سنة يعمل يوم. يعني سنة 2100 هيبقى عيد الميلاد عندنا 29 كيهك 8 يناير مش 7 يناير. يمكن في تساؤل تاني حضرتك، يعني عن الميلاد دايما بيصاحبه مظاهر خاصة، بابا نويل، شجرة الميلاد، ايه القصة دي؟ شجرة الميلاد ظهرت اصلا في قرون متأخرة. اتخذت منين؟ اصلا في المانيا سنة 727 كان في قبيلة بتعبد شجرة، وكانوا كل سنة بيقدموا لها ذبيحة، بيعملوا قرعة من الشعب بتاعهم من القبيلة، واللي يطلع يروحوا دابحينه ويقدموها للشجرة دي، للإله اللي هم بيعبدوه اللي هو الشجرة. ففي الفترة دي كان في أحد المبشرين بيبشر في ألمانيا، وتصادف وجوده في الفترة دي، وكان اللي طلع في القرعة الأمير ابن رئيس القبيلة. فالعالم كله عمال يحزن، فهو قال لهم انتوا بتحزنوا ليه؟ فقالوا الإله بتاعنا الشجرة ده بنقدم له ذبيحة دموية كل سنة شخص، والسنة دي الأمير. فقال لهم أصلا مش ده الإله وابتدى يبشرهم بالمسيحية وعرفهم الإله الواحد. وعندها قالوا هنقدم للمسيح السنة دي بقى أعظم ما عندنا لأنه أنقذ حياتنا كلها، فقدموا له الشجرة. ومن هنا اجتاحت في أوروبا كلها فكرة تزيين الشجرة لعيد المسيح الكريسماس. وتسابونا يعني في كتير بيتساءل قصة بابا نويل، والشخصية دي جات ازاي وايه علاقتها بعيد الميلاد؟ القصة ليها اعماق تاريخية، وليها كمان بعض الامور اللي مرتبطة بتخيلات الاشخاص. يعني الصورة اللي احنا شايفينها بتاعت بابا نويل المشهورة دلوقتي دي مش هي الصورة الحقيقية، دي تخيلات بعض الاشخاص عن قديس اسمه القديس نيقولاوس، وهو من اصل يوناني اصلا، وكان اتولد في مدينة اسمها ميرا او مورا،
ودي في جنوب تركيا دلوقتي. هو اترهبن في الدير واترسم كان هو عنده 19 سنة، صغير جدا، ولكنه هو كان من عيلة غنية، فبيقدم للفقراء دايما مساعدات وكلام من ده. بس كان عنده طريقة بقى بيقدم بيها للفقراء، دي اللي اشتهرت، انه علشان ما يظهرش نفسه كان يتخفى في شكل راجل عادي، ويروح يرمي المساعدة اللي بيقدمها من الشبابيك، وخاصة بقى في الأعياد البيوت محتاجة أكل وشرب، والأطفال مساكين وغلابة، فكانوا يصحوا الصبح يلاقوا الهدايا ولا الأكل ولا الهدوم الجديدة موجودة. القصة دي بقى ليها قصة برضو تانية، انه كان في الراجل عنده اللي اشتهرت ليه القصة دي، والراجل كان عنده 3 بنات، الكبرى هتتقدم في حد هيتجوزها، فمش عارف يجهزها ازاي، فكان هيشغل بناته في الخطية علشان يجهز بنته الكبيرة. هو سمع الكلام ده، طب يوم بالليل راح فتح الشباك بتاع الراجل ورماله فلوس جوز الكبيرة. حصل الموضوع ده مرة تانية للوسطانية. عند الصغيرة بقى الأب قاعد مستني مين اللي بيديله الفلوس دي، فأول ما اترمى الكيس بتاع الفلوس جري لحد ما مسكه، فعرف ان ده القديس نيقولاوس الأسقف هو اللي بيعمل الحكاية دي. وقتها المدينة كلها ابتدت تتكلم عن ان القديس نيقولاوس هو رجل اللي بيقدم العطاء في الخفاء، واللي بيفرح البيوت كلها، يعني في الميلاد الفرح بيعم العالم كله. ففضلت القصة كده لحد اما في القرن 19 1981 اما جه رسام كاريكاتيري اسمه توماس نيست. الرسام ده اتأثر بقصيدة كتبها شاعر امريكي اسمه كلارك موريس. القصيدة بتوصف القديس نيقولاوس، ولما بتوصفه بالطريقة بتاعته ده، الرسام الكاريكاتير تخيلوا بالشكل ده، ان هو تخفى ازاي، لابس لبس الاحمر والحذاء بتاعه اللي هو الشكل ده الاسود والحزام الابيض، وشايل ورا منه الهدايا. فالصورة دي اترسمت حديثة جدا، لكن الاسطورة بقى ابتدت تتاخد امتى؟ انه ابتدوا الاوروبيين يصيغوا بقى حوالين الاساطير دي. وبالمناسبة سانتا كلوز نيقولاوس محرفة منها كلوز، سانتا كلوز نيقولاوس يعني. لكن الاساطير بقى حصلت ازاي؟ ان في السويد وفنلندا، فنلندا بالذات قالوا مسقط رأسه عندنا، وعملوا مقاطعة اسمها لابلاند. المقاطعة دي في الثلوج، وقالوا كان عايش هنا، وابتدوا يرسموا اسطورة تاني بقى، اللي هو بيجر عربية بتزحلق على الجليد، وحيوان الرنة والعربية دي مليانة هدايا. والحقيقة عملوا مقاطعة كبيرة بيزورها 75,000 طفل في عيد الميلاد. ومن هنا انتشر بقى فكرة بابا نويل، بابا الميلاد، لان في الميلاد الفرح والسعادة في كل البيوت، نتيجة ان هو الرمز بتاع انه بيخبط على الفقراء ويقدم لهم المساعدة دي. القمص أنجيلوس جرجس كاهن كنيسة المغارة الأثرية بمصر القديمة، يعني يمكن السنة ديت حضرتك بتشهد أحداث يعني جميلة، وهي أنه بابا روما أعلن أن مصر سوف تكون مكان لحج المسيحيين. وفعلا يعني يمكن في زيارات لوزير السياحة شاهدناها، كان مع حضرتك في كنيسة المغارة تحديدا، وقمتم بجولة داخل الكنيسة. كلمنا عن هذا الحدث المهم اللي ممكن هيكون ليه آثار إيجابية لتنشيط السياحة بإذن الله. هي الحقيقة كان فرحة كبيرة ان العالم كله تتجه انظاره من جديد الى مصر ارض مقدسة. بقول من جديد لانه الحقيقة ان في القرون الوسطى الرحالة اللي جم مصر
كانوا بيوصفوا على ان الحجاج اللي بيروحوا القدس لم يكن يكتمل حجهم الا بمصر، وكانوا بيجوا عندنا في كنيسة ابو سرجة او كنيسة المغارة، وكانوا بيكتبوا المغارة اللي حضرتك مسؤول عنها. اللي انا الراعي بتاعها، وكانوا بيكتبوا عنها كلام رائع جدا، ويكتبوا عن مصر كلام رائع جدا، وكانوا يوصفوا المشاعر الروحية اللي مكتملة من مشاعر وجودهم في اورشليم وبيت لحم. فلما السنة دي بقى بابا روما اعلن ان مصر ارض حج مقدس، ارض حج يعني ايه؟ يعني ارض مقدسة. فالفكرة كلها انها استعادة الفكرة، يعني انها استعادة قضية الحج. يعني مصر ارض مقدسة طبعا يعني، لكن لما الفاتيكان يقول بقى للعالم كله، للمسيحيين العالم كله روحوا مصر، هتزيد من فرص السياحة كبيرة قوي. الحقيقة ان مصر هي البلد الوحيدة اللي السيد المسيح زارها، ما خرجش بره وطنه الا مصر. وتخيل بقى مدى الفخر لينا، يعني انه قعد 4 سنين في مصر الا شهور يعني، وزار 3/4 مصر، وعاش في مصر، اكل وشرب ونام وقام. مش كده وبس، ده ال4 سنين ده في علم النفس يقولوا بيسموها البيزك تراست، يعني الطفولة الاولى اللي كل مخيلات الانسان وذكرياته الاولى بتبقى في الفترة دي. فالسيد المسيح ذكرياته الاولى في مصر. مش كده وبس، يقولوا في علم النفس ان الطفل عند 5 سنين بيتعلم اللغة اللي هو عاش فيها. السيد المسيح 4 سنين كان بيتكلم مصري فرعوني يعني، لان وقتها كانت مصر بتتكلم ديموطيقي يعني. فاذا السيد المسيح كان يتكلم بجانب لغته الاصلية، كان يتكلم ايضا اللغة المصرية لانه عاش في مصر. يعني قد كده نحن نفتخر بان بلادنا في ذهن ربنا وفي قلبه، وانها ارض مقدسة الى هذا الحد. مش كده وبس، ده القصة انه خرج من بيت لحم هربا من شر هيرودس. هيرودس ده ملك اليهودية وقتها، كان شخص غريب جدا، اتجوز 10 نساء وخلف 9 اولاد، وكان بيشك دايما في اي حد عايز ياخد الملك بتاعه. وده السر اللي خلاه عايز يقتل المسيح، لانه المجوس لما راحوا له، المجوس دول حكماء الشرق، في نجم ظهر وحسب نبوة عندهم ان النجم ده بتاع ملك. فجم للسيد المسيح لما اتولد علشان يقولوا له احنا بنعترف بانك انت ملك، وقدموا له هدايا المجوس حسب رواية الكتاب المقدس. فلما راحوا لانهم ملوك وحكماء، قابلهم هيرودس كملك اليهودية. جايين ليه؟ قالوا له في نجم ظهر بيقول ان في ملك ظهر عندك، واحنا جايين نقدم له هدايا. هو سمع كلمة ملك دي واتروش. ليه بقى؟ لك ان تتخيل والمستمعين الكرام يتخيلوا ان هو قتل حماه علشان شك فيه، وكان بيحب من ال9 نساء اللي اتجوزهم زوجة قتلها عشان بيشك انها كانت هتقلب الحكم عليه، وقتل 2 من ولاده، واغلى ولاده اللي هو انتيباتر كان هيقتله لولا انه وقع مريض. يعني متخيل انه شخص قد كده تعبان يعني، وعي بمرض فظيع جدا. الشخص الدموي قوي ده لما على فراش الموت جمع كل رؤساء اليهودية وقال لهم يوم ما موت اقتلوا كل كبير عيلة في اليهودية، علشان البيوت تعيط عليه تبكي عليه غصب عنها. يعني انا بقول الوصف ده علشان المستمعين يعرفوا قد ايه هو دموي. فما كانش فارق معاه بقى حاجة غير انه ينقذ ملكه. فعلشان لما سمع ان المسيح اللي اتولد ده هو الملك، فراح قال لهم طيب لما روحوا له، لما ترجعوا قولوا لي هو فين. فراحوا للسيد المسيح وقدموا هدايا المجوس، وهم راجعين الملاك ظهر لهم قال لهم ما تروحوش لهيرودس علشان هو عايز يقتل، غير الاتجاه. غير الاتجاه. فهو سأل المجوس راحوا فين، قالوا دول مشيوا. فقال لهم طب هو المسيح حسب النبوات يتولد فين؟ قالوا بيت لحم. قال طب خلاص، كل اطفال بيت لحم 2 فما اقل يتذبحوا. ده قراره. ففي الليلة دي اللي راح الجنود يذبحوا فيها اطفال بيت لحم، ظهر الملاك ليوسف النجار وقال له خد الطفل وامه اذهب الى مصر. ومن هنا دي
ومن هنا جم مصر. ننتهز فرصة تواجدنا مع حضرتك يعني واتكلمنا عن كنيسة المغارة اللي حضرتك بتشرف بأن تكون الراعي الخاص بالكنيسة، ما بها من مزارات سياحية وخصوصا زارها العائلة المقدسة بالتحديد. في العائلة المقدسة زارت أماكن وقعدت في أماكن أيام، لكن في أماكن معينة قعدت فيها شهور زي عندنا. يعني أكتر الأماكن قعدت فيها عندنا ودير المحرق في كنيسة أبو سرجة. عندنا الكنيسة عندنا كنيستين، كنيسة المغارة اللي هي كانت المغارة اللي قعدت في العائلة المقدسة 3 شهور وهي جاية، وبعض الأيام وهي راجعة، ودي ميزة كبيرة عندنا. يعني إحنا المكان الوحيد العائلة المقدسة زارته أو قعدت فيه وهي جاية وهي راجعة. ليه بقى؟ لأن المغارة كانت في حصن بابليون، والحصن ده كان على مينا على النيل. المينا ده بفرع اسم فرع البيلوزي كان بيوصل لحد رفح، فكان المينا ده هو المكان الآمن والطريق السليم اللي بياخده أي واحد بطلع ناحية أورشليم أو يعدي الحدود، ياخد فرع النيل ده على طول. فرع النيل ده له يعني فم الخليج، من فم الخليج مسترد، من مسترد اللي عن طريق الفرع يوصل على طول على رفح. فالمكان عندنا مكان مهم جدا لان العائلة المقدسة قعدت فيه 3 شهور، لان كمان المكان عندنا كان في حضن مجتمع يهودي. يعني الحتة دي كانت بقت يهودية نتيجة انه ارميا النبي في القرن الخامس قبل الميلاد قعد في المنطقة دي، وبعدين نبوخذ نصر جاب يهود في القرن الخامس، جاب يهود ونزلهم، وبعدين في القرن الثاني لما حصل اضطهاد اليهود من اليونان لما احتلوهم نزلوا فترة مجموعة كبيرة قعدوا في منطقة بابليون وعملوا معبد. يقول مؤرخ اسمه يوسفوس انه كان يضاهي هيكل اورشليم في قيمته، ومن هنا اصبحت منطقة بابليون منطقة يهود اتقياء يعني بيحبوا ربنا. وده اللي خلى العائلة المقدسة تكون عايزة تيجي تحتمي وسط العيلة دي. حضرتك يعني في السنة الجديدة ازاي تكون سنة مختلفة من رأيك؟ ده شيء مهم. احنا بنعيش في عصر اذا ما كانش الانسان في بداية السنة يعمل وقفة مع نفسه بيفكر هو رايح فين وجاي منين، هتبقى السنة دي زي السنة اللي فاتت زي اللي قبلها ويضيع العمر. عشان كده الحقيقة مظاهر السنة الجديدة مش بس احتفالات واكل وشرب لكن كان يجب ان يكون مظاهر كمان ليها عمق انساني روحي، كشف حساب. يعني لازم كل واحد في بداية السنة يسأل نفسه هو انا عايش ليه اصلا، عشان يقدر يحسم القضية دي. يسأل نفسه احط عنوان ايه للسنة اللي فاتت، يعني اقول عنها ايه. لو انا بكتب قصة وحكيت قصتي السنة اللي فاتت، يا ترى هقول العنوان بتاع السنة اللي فاتت ايه، هقول ايه، هكتب القصة الفصل ده هكتبه ايه، هكتبه كانت ايه، كان صراعات، كان خناقات، كان تصرفات غريبة، كان اكل وشرب وبس، هكتبه ايه. هقول ان انا عشت فعلا، عملت اشياء ايجابية فعلا، ولا الايام كلها اخدتني رايح جاي كده وملهاش معنى. شكسبير له قول لطيف جدا يقول ايه، يقول انما الحياة ظلال شاردة ممثل تعس يظل يهزي ويصرخ على خشبة المسرح الى ان ينتهي دوره فلا يعود احد يسمع صوته. استغفر الله. انما الحياة اقصوصة يرويها احمق مملوءة بالسعار والصراخ ولكنها في النهاية لا تعني شيء. متخيل ان لو الحياة كده ملاش معنى، ملاش معنى. لازم يكون في هدف. لو الانسان ما كانش بيقول انا عايش ليه بقى، الايام تاخده ليل ونهار، اكل وشرب، خناقات ومشاكل، نوم وقيام وشغل وزيطة وهيصة، وفي الاخر البابا شنودة ربنا يناح نفسه
هو كان شاعر كبير يعني، كتب في قصيدة حلوة جدا يقول: آخر الأمر ستهوى مجهدا راقدا في بعض أشبار بأرضي، يهدأ القلب ويبقى صامتا، لم يعد في القلب من خفق ونبض، ما ضجيج القلب بالأمس إذن، أين بركانه من حب وبغض. جميل جميل. القمص أنجيلوس جرجس كاهن كنيسة المغارة الشهيرة بأبو سرجة الأثرية بمصر القديمة، يعني قبل ما أقول لحضرتك ونختم السهرة، يعني معروف مشاعرك الجميلة نحو الوطن وعشقك لهذا التراب الغالي، يعني أمنياتك بالنسبة لمصر. الحقيقة كل ما تيجي اسم مصر كده بجد يعني الواحد يشعر بخفقان في قلبه، لان مصر مش مجرد ارض بنعيش فيها زي ما قال بابا شنودة، يعني مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا. لكن هو بجد احنا كياننا كله من البلد دي، من مصر دي، ومحبتنا لبعض ايا كان بقى، مختلف ديانات واطفال وكبار، محبتنا لبعض نابعة من اننا كلنا من الارض دي، من التراب ده. اجدادنا هو تراب الارض، انفاسنا كلها هي نسمات الوطن ده. انا اتمنى من الله ونصلي احنا كلنا في صلواتنا ان اولا ربنا يحفظ مصر، ثانيا ان كل واحد جوه الوطن بتاعنا يعرف قيمة الوطن، ويعرف كمان انه مهما قدمنا سواء من صعوبات او ضيقات او احتملنا ألم، ده ما يسويش حاجة قدام استقرار البلد وانها تفضل آمنة دايما. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضراتكم طيبين. أعزائي المستمعين، شكرا لكم وإلى اللقاء.